السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير. اليوم جيت نحضر معكم قريشلات مالحين. بعد ما حضرت معكم القريشلات الحلوين، اليوم نحضروا قريشلات مالحين نكهات مختلفه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها هو نوضعوا الدقيق في القصريه. عندي كيلو ديال الدقيق. كيف ما شفتوا انا جبت الباكيه اللي معبور فيها كيلو، ولكن غادي نعبر معكم بالزليف. راه عطاتني 4 زليف. هذيك الباكيه اللي فيها كيلو عطاتني 4 زلايف. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يعبروا بالزلايف، راه 4 زلايف اللي عطاني الكيلو. غادي نضيف واحد معلقه صغيره تقريبا ديال الخميره الفوريه. هي الاولى وضعتها في الوسط كيف ما شفتوا. نضيف عليها شويه الماء باش تذوب ليا. عاد نضيف باقي العناصر. هنايا عندي 4 الفصوص الثوم محكوكين. عندي معلقه ديال الهريسه. عندي الفرماج مثلثات، قطع ديال الفرماج مثلث ولا مربع اللي توفر عندكم. عندي هنا 4 القطع. انا درت 4 القطع. الملح تيبقى حسب الذوق. المهم هو راه عندنا بزاف ديال الحويجات اللي غادي يكونوا مالحين. داكشي علاش كندير الملح قياسي. الابزار، معلقه صغيره الابزار. هنايا عندي المطارد، درت معلقه كبيره وضفت شويه حيت المطارد تعطيهم واحد النكهه زوينه. صافي غادي نحاول ندخل هاد العناصر اللي ضفت الدقيق ديالي ونضيف الزبده. هنايا عندي كاس الا ربع الزبده مذابه. اي زبده متوفره عندكم. وكذلك استعملت كاس الا ربع من زيت المائده ولا زيت الزيتون اللي توفر عندكم. كنحاول ندخل الزيت ديالي في الدقيق مزيان هي الاولى قبل ما كنجمع بالماء. كنحاولوا ندخلوها بحال كنبسبسوا داك الدقيق بهذيك الليدام اللي درنا. تا كل الدقيق كنلبسوه بهذاك الزيت والزبده. كيف ما كتشوفوا في الفيديو، يعني كنحاول ندخلو ليه كامل. عاد غادي نجمع بالماء في الاخر في المرحله الاخيره. بالنسبه لكميه الماء غادي تبقاو تضيفوا وتجمعوا عينيكم ميزانكم على حسب الدقيق، على حسب نوعيه الدقيق. انا هنا تقريبا راه كاس ونص اللي زدت ليا تاع الماء. صافي بعد ما جمعت العجين ديالي ما دلكتهاش. غادي نقسمها لاربعه الاقسام، 4 القطع. نحاول يكونوا متساويين باش كل قطعه كنزيدوا ليها النكهه اللي حنا بغينا. هنا عندي اول قطعه ضفت ليها زيت عفوا ضفت ليها الزيتون الاسود اللي انا طحنته، وضفت ليه القليل من الزعتر، ماشي بزاف، غير شويه ديال الزعتر، لان باقي غادي نستعمل نكهات الزعتر في قطعه اخرى وما نبغيش كلشي يجيني فيه النكهه ديال الزعتر.
كنحاولوا نجمعوا العجين ديالي. الا بان لينا راه خفاف لينا بهذيك الاضافات لان الزيتون مطحون، كنضيفوا شويه الدقيق باش العجينه ديالنا تجمع راسها بهذا الشكل كيف ما كيبان لكم في الفيديو. انا ما قطعتش في الفيديو باش تشوفوا كلشي المراحل، ما قطعتش يعني في الفيديو بزاف. صافي، ونوضعوها في بلاستيكه جانبا وندوزو للقطعه الاخرى. هنايا بالنسبه للقطعه الاخرى ضفت فيها البابريكا معلقه اولا التحميره، ومعلقه ديال الهريسه. هادو اللي كيجيو حارين في المذاق ديالهم، والصراحه هادو هما المفضلين عندي انا. نفس الشيء بالنسبه للدقيق، الا بان لنا ان العجينه خفافت لينا كنضيفوا شويه ديال الدقيق. صافي، نجمعوا العجينه ديالنا ونوضعوها في بلاستيكه ترتاح مع القطعه الاولى. والقطعه الثالثه هنايا ضفت ليها كيف ما شفتوا المكعب ديال الزعفران، كنفرشتو هكا بيدينا باش يدخل لينا في العجين. وعندي هنايا التوابل ديال اللي توفر عندكم، سواء التوابل ديال السمك سواء التوابل ديال اللحم اللي توفر عندكم كتضيفوه في هاد القطعه هذه باش كنكهوها، وكذلك اللون تيجي اصفر. صافي، بقات لنا القطعه الرابعه وهي الاخيره. نضيف فيها هنا المعدنوس اللي انا طحنته مع شويه ديال الماء باش يتطحن ليا وباش يعطيني اللون، لان كيف ما شفتوا انا ما مستعملاش ملونات يعني شيميك يعني كيميائيه، ما استعملتهاش، حاولت نستعمل كل شيء طبيعي. وهنا الزعتر ضفتو بكميه كثيره كيف ما شفتوا، ماشي بحال الاول مع الزيتون الاسود. وضفت هنا شويه الزيتون الخضر مقطع بهذا الشكل هكا. هادو كيجي فيهم لوغوت الزعتر اللي غالب. وبالنسبه للمدنوس راه حنا هي لونا به. صافي، من بعد ما ارتحتنا العجين ديالنا كنوضعوه على شكل حريبلات كيف ما شفتوا في لاطه الفرن. في هذا الاثناء انا شعلت الفران يكون ناقص، غادي ندخل ليه اللاطه ديالنا هي باش ينشفوا لينا شويه، وندخله ينشفوا لنا شويه من التحت ومن الفوق. ومن بعد ما نشفوها نتوما شفتوا من بعد ما خرجتهم من الفران كيفاش الشكل ديالهم، غادي نغطيهم بشي سيرفيس ونخليهم يرتاحوا. كذلك بالنسبه للعجين الثانيه يعني الحاره، نفس الشيء تاهي وضعتها على شكل حرابل وغادي ندخلها للفران حتى تنشف. ها هي هنا راه خرجتها نشفات. في هذه المرحله الا كان عندكم شويه الوقت يعني كتخليوهم يرتاحوا. انا الصراحه ما خليتهمش يرتاحوا مباشره، دزت نقطع فيهم. اذا كان معكم الوقت غطيوهم وخليوهم يرتاحوا شويه، عاد بشروهم في التقطاع بهذا الشكل كيف ما شفتوا تبان لكم مهويين من الوسط مثقبين، يعني راه العجين ناجحه ديالنا، ما كيجيو لا مدقسين لا حتى شي حاجه. وصافي كنعاودو ندخلوهم الفران باش يطيبوا المرحله الاخيره ديالهم. كندخلوهم يطيبوا يعني من التحت ومن الفوق. اليوم كنحاولوا ما نخليوهمش يعني يتحمروا باش ما يبقاو محافظين على اللون ديالهم، باش يبقاو محافظين على الالوان اللي درنا فيهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال القريشلات ديالنا كيف ما شفتوا، اربعه النكهات مختلفه. انا كيعجبوني بالنسبه لي، انا هادو مفضلين عندي على القريشلات الحلوين. ونتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه، مع فيديو اخر ان شاء الله ووصفه جديده.